عندك شوية دقيق وعايزة تعملي معجنات تكون هشة وطرية وبعجينة قطنية زي ما انتوا شايفين كده، يبقى لازم تجربي فطاير الوردة دي، بجد خطيرة جدا، بعجينة هشة وطرية، وبجد يعني مستحيل تفشل من اي حد. اي حد لسه بادئ في المطبخ وعايز يعمل معجنات تكون سهلة وكده وبسيطة ومفيهاش مكونات كتير، يبقى لازم يجرب الفطاير دي، خطيرة بجد، ما بتاخدش وقت، سريعة جدا، عجينتها ممتازة، والعجينة دي تقدري تستخدميها في اي حاجة تانية، بجد هتديكي نتيجة فوق الممتازة. ان شاء الله تجربوها، اتفرجوا على الفيديو للاخر، ويلا لو ما عملتيش لايك اعملي لايك وسبسكرايب في القناة لو كنتي مش مشتركة. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجة كده هجيب بولة واحط فيها 5 معالق كبار من السكر. انا استخدمت هنا 5 معالق كبار لو انتي مش هتحشيها اي حاجة تانية، لكن لو هتحشيها اي حاجة زي مربى، عجوة، اي نوع يعني حشوة، يبقى استخدمي 3 معالق كبار من السكر بس. وحطيت كمان نص كوباية من الزبادي او علبة من الزبادي صغيرة، كوباية من اللبن يكون دافي، ونص كوباية من المية تكون دافية، وربع كوباية من الزبدة السايحة. كل المكونات دي تكون دافية معانا. وهحط كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، كويس جدا جدا، لحد لما اتاكد ان هي تتكنست كلها. هحط كمان رشه من الفانيليا، تدي برضو نكهه حلوه حتى لو مكناش حاطين بيض. وهحط كمان رشه من الملح، ونص معلقه كبيره من الخل. اقلبهم زي ما قلت لكم كده مع بعض كويس جدا جدا جدا، لحد لما اتاكد كل المكونات تدخلت مع بعض والسكر داب. زي ما اتفقنا السكر لو انتي هتحشيها يبقى حطي لو انتي هتحشيها حطي 3 معالق كبار من السكر، لو مش هتحشيها اي حشوة حطي 5 معالق كبار. بعد كده بقى قلبتها والمكونات اتجانست كويس جدا، هبدأ ان انا احط 3 كوبايات من الدقيق ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واقلبهم كويس جدا مع بعض. مبدئيا كده هي الوصفة هتاخد منكم 4 كوبايات دقيق، بس انا بحط 3 كده في البداية، وببدأ ان انا اعجن كويس جدا، والكوباية الرابعة ببدأ ان انا ازودها بالتدريج لحد لما احصل على عجينة هوريكم قوامها. انا كده بدات كده حطيت ال3 كوبايات، طبعا لقيتها لسه ملزقه معايا وطريه جدا، فبدات ان انا احط الكوبايه الرابعه، بس بحطها بالتدريج. حطيت كده نص الكوبايه الرابعه، يعني حطيت كده 3 ونص، وبدات ان انا اعجن بقى كده كويس جدا جدا جدا، واشوف هتحتاج مني دقيق تاني ولا لا. طبعا انا لسه شايفاها العجينه طريه معايا وبتلزق جدا وسايله، فحطيت شويه من الدقيق، وهكذا لحد لما اوريكم القوام اللي احنا محتاجينه. احنا عايزينها عجينه مفتوحه وتكون طريه، بتلزق شويه ولكن مش طريه قوي، انا مش عايزاها طريه قوي تكون بتلزق جامد، لا، تلزيقه خفيفه وتكون طريه مفتوحه في نفس الوقت. شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه، هي بتلزق بس هتلاقوا العجينه بقى كده في الاخر بعد ما تحطوا دي، يعني كده ممكن تقولوا هي عايزه دقيق تاني، لا، احنا عايزينها العجينه طريه معانا وبتلزق شويه، والتلزيقه ديت هتروح مع العجن. يعني زي ما انتوا شفتوا كده العجينه بتلزق في الرخامه، وكمان خشنه وبتتقطع. فبعد ما عجنتها كويس جدا جدا على ايدي كده لمدة 10 دقايق، ما بقتش تتلزق زي ما شفتوها كده. بعد ما خلصتها بقى احطها في البولة واسيبها تخمر. بعد ما بتخمر بيكون شكلها بالمنظر ده. اطلعها بقى كده من البولة، ما شاء الله تضاعف حجمها وبقت معانا زي الفل. واحطها كده وابدا ان انا اقسمها على الفطاير اللي انا عايزاها. انا هنا كده قسمتها بالشكل ده، بعملها كده 3 كده، يعني 3 بالطول، وبعد كده بقطعها طبعا الحجم اللي انت عايزاه. يعني مثلا الكورة تبقى في حوالي حدود من 50 ل60 جرام، على حسب برضو حجم الفطيرة النهائي اللي انت حباه، عايزة تكبري عايزة تصغري ده يرجع ليكي. فبدأت كده بقى اخد كل كورة كده واكورها كويس جدا، وبحيث ان هي تبقى ناعمة كده الكورة من فوق، وابدأ ان انا يبقى الطبق كده جنبية هرش بس فيه شوية من الدقيق، واكور الكورة ديت واحطها في الطبق، ولحد لما اخلص باقي الكمية. مش هسيبها ترتاح، يعني يعني مش ضروري قوي، لو انت حابة تسيبيها ترتاح شوية، ولكن انا عقبال ما اخلص واكور كل العجينة اللي قدامي دي هتكون اول واحدة عملتها ارتاحت، فبشتغل فيها على طول. فابدا كده اخد من اول واحده انا كورتها، وببدا ان انا افردها كده رشه من الدقيق كده بس خفيفه، ما تكتريش دقيق وانت بتفرديها. وانا عايزه بس افردها فرده بحيث ان هي تبقى زي المستطيل، يعني مش لازم تبقى العجينه رفيعه قوي او سميكه قوي، يعني السمك اللي انتوا شايفينه ده بس كده فرده كاننا بنعمل عيش فينو بالظبط. ببدا كده ان انا بعد ما فردتها اشيل اي دقيق زياده من عليها، وببدا ان انا الفها رول.
شايفين كده لفتها بالشكل ده كأنك بتعملي عيش فينو بالظبط. شايفين نفس الخطوات. التوريقه دي بتبقى حلوه جدا في الفطير في الاخر او الفطاير اللي احنا هنعملها، بتبقى بعد كده لما تقطعها زي ما شفتها في بدايه الفيديو العجينه بتبقى من جوه مورقه وحلوه جدا. اقفل بقى القفله كويس جدا من تحت، وبعد كده بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على شكل ورده، بتبقى لذيذه وحلوه جدا. اظن طريقه القفله واضحه اكتر من الكلام. انا كده بعملها كاني بربط العجينه وببدا ان انا اقفلها كويس جدا، والقفله ضروري تكون من تحت علشان ما تفتحش منكم اثناء التخمير. بحطها بقى في الصاج كده، انا دهناه شويه من الزبده، وبكمل باقي الكميه كلها علشان نسيبها بعد كده تخمر. هعمل معاكم واحده تانية، وركزوا بقى في طريقه القفله علشان تقفلوها صح. بفردها عادي كده على شكل مستطيل، العجينه كده معايا بالشكل ده، وبشيل اي دقيق زياده، وبعد كده ببدا ان انا الفها رول بالطريقه دي. بصوا، وابدا ان انا اقفل كده الرول كويس جدا النهايه كده علشان ما تفتحش مني، والفها كده يعني ارفعها شويه، اطول كده الرول بتاعي، وبعد كده ببدا ان انا اعملها زي الربطه او العقده، وبقفل الاتنين النهايتين في بعض كده بالطريقه دي كويس جدا، واخلي النهايه تكون من تحت علشان ما تفتحش مني. احطها برضو في الصاج كده جنبيها، ويكون في مسافات جنبيها كويسه علشان طبعا لسه هتخمر وهتزيد معانا. واكمل بقى كل الكميه، وزي ما انتم شايفين سهله وبسيطه وبتدينا شكل حلو، والشكل بسيط وان شاء الله تعرفوا تعملوه، هو كأنك بتعملي عقده. ابدا بقى كده ارصهم واسيبهم يخمروا يعني مش اقل من تلت ساعه، وبتكون معانا خمرانه كده زي الفل. خمرت ما شاء الله وتضاعف حجمها. بعد كده قبل ما ندخلها الفرن نكون بقى شغالين الفرن على درجه حراره 200، وقبل ما ادخلها الفرن بجيب شويه من الحليب اللبن، وبحط عليه كده شويه من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وببدا اجيب فرشه وابدا المع بيه. لو مش حابه حليب مع نسكافيه تقدري تدهنيها بصفار بيضه مع شويه من الفانيليا. ابدا كده كويس جدا ان انا ادهن الوش كده من فوق بالشكل ده، وتقدري بقى تحط عليه اللي من فوق. انا حطيت هنا هبدا احط كده على صف كده شويه من السمسم، بيبقى حلو جدا ولذيذه جدا جدا. وبرضو الصف اللي جنبيه برضو هدهنه كده بالخليط اللي احنا عملناه الدهن عشان هيدينا لون جميل جدا هتشوفوه برضو. دوت هنا حطيت عليه شويه من السكر، برضو لذيذة جدا. السكر بيكرمل كده وبيبقى طعمها حلو في الاخر. تقدري تحطي سمسم وسكر الاتنين على بعض. انا هنا الرقم 3 ده الصف التالت حطيت عليه شوية من السميد البسبوسة الخشن العادي دوت. بدأت ان انا احطه من فوق، برضو بيدينا شكل ولون برضو كده، يعني زي كأنك مشترية المعجنات دي جاهزة من الافران، فبتبقى لذيذة جدا. هنا برضو الصف الاخير ده حطيت سمسم وسكر، فحطي اي حاجة انت حباها من فوق. هدخلها بقى الفرن واوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن. ما شاء الله تبارك الله، يعني زي ما انتم شايفين بعد ما خرجت من الفرن خطيرة جدا 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 وهشة وقطنية، وبجد يعني تستاهل التجربة، تستاهل ان انتوا تجربوها، هتعجبكم انا واثقة 100%. شايفين ما شاء الله، يعني ال4 كوبايات من دي طلعوا لنا كميه كبيره ما شاء الله. يعني عملت الصاج دوت وحوالي 6 قطع من المعجنات دي، يعني ما شاء الله النص كيلو بيطلع كمية كبيرة، او ال4 كوبايات من الدقيق. او طبعا يرجع للحجم اللي انتوا عاملين بيه، سواء عايزه تعملي كبير او صغير، الحجم اللي انت حباه. شايفين خدت اللون الذهبي من تحت واللون الذهبي من فوق، وخطيره جدا ومستويه. وهقطع لكم برده واحده عشان تشوفوا قد ايه هي هشه وطريه وقطنيه، والطبقات كده فيها توريقه كده من جوه، وطبقات اللي احنا عملناها كده، الرول اللي احنا عملناه بجد ممتازه ممتازه. وطبعا الطعم لا يعلى عليها، عجينة هشة مخدومة كويس جدا بجد ممتازة. شايفين ما شاء الله دي اللي كان مرشوش عليها سميد. شايفين بقى شكلها حلو ازاي، زي كده العيش اللي احنا بنجيبه من بره بيكون كده محطوط عليه كده سميد، بيبقى هايل وطعمه حلو جدا، وفي نفس الوقت شكله يعني جديد ومختلف. فحطوا بقى زي ما انتوا عايزين، يعني عايزين سمسم، عايزين سكر، سمسم وسكر، سميد، اللي انتوا عايزينه. هي بجد خطيرة كده لوحديها. وطبعا لو حابين تحشوها في المرحلة اثناء لف الرول، بتبقى خطيرة. تحشيها مربى، تحشيها عجوة، تحشيها مكسرات، اللي انت حباه. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.